بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هنتكلم إن شاء الله على الاحترام. الاحترام للأسف في هذا الزمان مفقود بنسبة كبيرة جدا. الاحترام بين الابن ووالده، والولد والأكبر منه، واحترام فرق السن، واحترام ضعف المرأة. يعني تلاقي دلوقتي ستات واقفين والشباب قاعدين ومش راضيين يقوموا لهم. ما تيجي حد كبير ينصح ولد صغير يقول له انت مالك، مش عايز اقل منك. حتى احترام العلماء، ناس تقعد تشتم في علماء قد افضوا الى ربهم وليهم اجر وما تعرفش سيرة عنهم. اللي غلط في الصحابة. فمفيش احترام لا لكبير ولا كبير سنا ولا كبير مقاما، ولا حتى علماء المسلمين. مفيش اي احترام لاي حاجة، مفيش اي آداب ولا اخلاق الناس العيال الصغيرة بتتربى عليها. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا. والله يعني من كتر الاحترام، إمام أحمد بن حنبل وهو كان بيصلي الجنازة على الإمام الشافعي، صلى الجنازة على مذهب الإمام الشافعي. فبيقولوا له أنت ليه مش ده مذهبك؟ في اختلافات. قال وأنا ما أقدرش إن أنا وأنا بصلي على الإمام الشافعي وهو قدامي إن أنا أعمل مذهبي احتراما ليه. كانوا قد ايه بيحترموا بعض. فيا رب يا رب يهدينا جميعا ويصلح حالنا وحال جميع المسلمين، امين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.